بس انت ما ينفعش كل حاجه تاخدها على اعصابك كده، هيجرالك حاجه. الدنيا مش مستاهله كل ده يعني. غصب عني يا انغام، اعمل ايه يعني؟ ما انت شايفه. سيبك من الكلام ده دلوقتي، قولي لي المكان عجبك؟ تحفه تحفه. طب حلو، تعالي بقى اوريك المنظر من بره. انسى، انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا كويس اني قاعده معاك هنا اصلا. طب ده كلام فوبيا وانت معايا؟ طب انا عندي علاجك، والله العظيم اللي عالجك من الفوبيا دي. هاخدك كل يوم هنا وبصي من فوق لتحت، هما يومين بالظبط تبقى زي الفل. انت طلعت متنمر ها؟ ماشي يا عم. لا بس انت شكلك كنت بتيجي هنا كتير قبل كده على فكره. والله العظيم ما حصل، ده حد وصفهولي قلت اجيبك واجي. سيبك من ان احنا فين، انا بصراحه كده يعني ببقى مبسوط وانا معاكي، بحس كده ان انا على طبيعتي. لا انا ما كنتش عامله حسابي خالص اني اسمع كلام حلو. اي خدمه، ما تقطعش بقى يا اصحاب. خلاص. لا عاوز اكلمك كلمتين بجد. انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي، لولا وجودك في حياتي انا عمري ما كنت هرجع اقف على رجلي تاني، ولا كنت هرجع اهرب السواركي. عارفه يا انغام، انا طول عمري بقف مع الناس قصاد المخدرات، بس الكلام سهل. ساعة الجد لما رجلي جت في الخاية واتلطيت، حسيت احساس بشع، اختبار صعب قوي، ربنا ما يكتبه على قد اعدائي. وانت كنت قد الامتحان يا عرب. بس انا عايزه اسالك سؤال. قولي. انت لسه بتحب حنان؟ حلو السؤال ده، بس انا مش عايزك تزعلي من الاجابه. لا مش هزعل. شايفه المنديل ده؟ شايفه ابيض ازاي؟ حنان بالنسبه لي كانت زي المنديل كده. ودلوقتي بقت كده. حنان بالنسبه لي خلصت خلاص، اتحرقت، دخلت النار من رجليها. انا المخدرات خرجت من جسمي، وحنان خرجت من قلبي. متتكسفيش بقى.